نضيف القليل من الماء مثل ما تكلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بسوي لكم ألذ إدام من الرجلة والسبانخ مع الدجاج بطريقة سهلة ومفيدة، والوجبة هذه غنية بالمعادن والفيتامينات. معروفة الرجلة والسبانخ، تقدروا تقرأوا عنها. فإن شاء الله بسويها لكم بالدجاج، بتطلع جدا لذيذة، ويمكن نقدمها مع الخبز أو الرز الأبيض. وهنا ما شاء الله تبارك الله بعدما تغير لون البصل، عندي هنا البسباس العدني، دائما اسويه معكم بمقاطع. ممكن تستخدموا بداله معجون الطماطم عادي جدا، ولكن انا احب معجون الفلفل، بصراحة يعطي اضافات جدا طيبة بالاكل. انزل قطع الدجاج، بسم الله. يا سلام يا سلام. ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. إذا تحبوا تركزوا طعم الوصفة ممكن نضيف زيادة القليل من الكمون والقليل من الفلفل الأسود، نص ملعقة. وبنضيف القليل من الملح. السبانخ والرجلة، بسم الله. نضيف القليل من الماء. تبارك الله، نخليها تطبخ كذا لمدة نص ساعة. ما شاء الله تبارك الله. عندنا هنا أول شيء الرز الأبيض، ما شاء الله تبارك الله. هذا إدام الرجلة والسبانخ، ما شاء الله تبارك الله. صلاتي على النبي. سلام يا سلام. الطبق هذا عشق. ما شاء الله تبارك الله. أتمنى تجربوا هذه الطريقة وتعطونا آراءكم. وجبة ما تحتاج